اول ما تفتح صفقه بتلاقي نفسك خسران. طب ليه؟ لان في حد كسب قبل حتى ما الصفقه ما تتحرك. الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء اسمه السبريد، ودي العموله الخفيه اللي بياخدها منك الوسيط اللي انت شغال معاه. وخلينا ناخد مثال سريع على السبوره على زوج اليورو دولار مثلا. بس قبل ما نبدا لازم تعرف السبريد مختلف في بعض الازواج. السبريد في ازواج الدولار بيبقى رابع رقم بعد العلامه العشريه، انما السبريد في ازواج الين بيبقى تاني رقم بعد العلامه العشريه. وخلينا ناخد مثال على زوج اليورو دولار. هنفترض ان سعر البيع 1.1000، رابع رقم بعد العلامة العشرية هو ده السبريد. هنقول ان سعر البيع 1.0997. هنطرح الرقم ده من الرقم ده هيساوي 3. الرقم 3 ده هو ده البيب اللي بنتكلم عليه. وخليك فاكر كل ما السبريد يكون صغير كل ما بتكسب اسرع، وكل ما السبريد بيكون كبير كل ما بتحتاج سيولة وحركة اقوى علشان تغطي السبريد ده. وخليك عارف وسيطك بيكسب من السبريد ده حتى لو الصفقة بتاعتك كانت خسرانة. خليك دايما باصص على السبريد لانك بتدفعه من غير ما تحس. وتابعني وهشرح لك ازاي تختار وسيط مالي مناسب لطريقة التداول بتاعتك ويكون السبريد بتاعه منخفض. واكتب في الكومنتات هل انت تعرف السبريد ولا محتاجين فيديو طويل عنه نشرحه عن ازواج العملات. ويلا سلام يا بطل.